السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمد طاهر. خليني أبدأ الحلقة وأسألكم سؤال صعب. هل عمرك خفت من نفسك أو أنتي خفتي من نفسك؟ المقصود هنا الخوف مش من فكرة معينة أو من موقف معين، لكن من إمكانية ساعات بتكون جوه مننا، يعني نقول لنفسنا كده: أنا عمري ما كنت كده، أنا إيه اللي بيحصل لي؟ فيحصل لك خوف من نفسك. ممكن برضو هي ليه الأفكار دي بتجيني بالطريقة ديت؟ ممكن واحد يكون عنده بعض الأفكار اللي هو خايف يعملها فيحصل له خوف من نفسه. وممكن برضو تسأل نفسك: طيب الأفكار اللي في عقل ديت هي أفكار الأذى والأفكار اللي أنا أخاف أعملها، هل يا ترى أنا ممكن أعملها؟ ويبدأ الخوف دوت يخلي الوسواس عندك مختلف بشكل أقصى وأوجع من الأول. ليه بيحصل ده معاك؟ لأن الوسواس في اللحظة دي بيكسر الحتة اللي انت كنت مطمن لها طول عمرك، وهي ثقتك في نفسك. يعني مش بس مجرد فكرة، ده بيخلي عندك شك في الهوية، ويخلي عندك شك في الأخلاق، ويخلي عندك حتى شك في السيطرة على نفسك. وخليني أقول لكم حاجة مهمة من الأول: الخوف من نفسك في الوسواس مش علامة خطر، إنما هو عبارة عن إيه؟ ده عرض مرضي معروف. يعني لما تلاقي نفسك خايف، لما تلاقي نفسك مرعوبة من جواكي من فقدان السيطرة، ده في حد ذاته مش علامة خطر، ده عرض مرضي معروف. لو انتوا بتمروا بالأعراض ديت فالحلقة دي مخصوص علشانكم، ومش علشان أطمنكم فيها بكلام وخلاص، لكن علشان أفهمكم ليه دماغكم بيعمل كده علميا، وإزاي نوقف الدوامة دي من غير ما نحارب نفسنا ولا حتى ندخل حرب خسرانة مع دماغنا. الجزء الأول من حلقتنا وهو تعالوا نعرف الوسواس بيضرب فين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أول حاجة لازم نفهمها إن الوسواس مش غبي، هو ذكي جدا وبيشتغل بخطة واضحة. دايما يروح فين؟ دايما يروح لأقيم حاجة عندك، وأكتر حاجة بتخافي تخسريها، وأكتر حاجة ما هي شبهك. طيب ليه هو بيعمل كده؟ لأن الفكرة في الأساس لو كانت شبهك ما كانتش هتخوفك، ولو الفكرة بتعبر عنك ما كنتيش هتقلقي منها. علشان كده تلاقي شخص مسالم يجيله وسواس أذى، أهو عكسه تماما. شخص متدين يجيله وسواس كفر. طيب شخص أخلاقي بزيادة يجيله وسواس انحراف. وده مش صدفة، ده اختيار دقيق، لأن الوسواس مش بيكشف حقيقتك، هو بيستغلها ضدك. خلي بالك من النقطة دي. الفكرة اللي وجعتك مش دليل إنك كده، دليل إنك عكسها تماما. يبقى لازم نفهم: أي فكرة بتوجعنا، أي فكرة إحنا مش راضيين عنها، ده أكبر دليل إن الفكرة دي بتكون عكسك تماما. الجزء التاني من الحلقة: هل بقى ممكن الإنسان يعمل حاجة غصب عنه؟ اللي هو بقى الشخص اللي بيفقد السيطرة وساعات يحس إنه هيعمل حاجة كده وخايف من نفسه فيها. تعالوا بقى نوضح الكلام دوت، علشان دي تعتبر من أهم نقطة في الفيديو كله. علشان أي فعل يحصل لازم 3 حاجات: رقم 1 النية، رقم 2 الرغبة، رقم 3 قبول داخلي. من غير ال3 دول مفيش فعل ممكن يحصل. طيب الوسواس بقى بيعمل ايه؟ الوسواس بيديلك فكرة من غير نية، تجيلك فكرة في عقلك اهو. يجيلك خوف بدون رغبة، انا خايف من جوايا اعمل الشيء ده لكن ما عنديش رغبة اعمله. يجيلك رفض شديد للفكرة رغم ان وجود الافكار عندك موجودة، الا ان هي مضايقاكي مش عايزة تعمليها، وده رفض شديد. طيب يعني ايه الكلام دوت؟ يعني العكس الكامل للفعل. خليني اقرب لكم الموضوع اكتر. الموسوس مثلا يقول انا خايف اعمل، العلم هنا يقول ايه؟ اللي خايف يعمل هو اخر واحد يعمل. تعالوا نوضح الكلام دوت بمثال. نقول مثلا واحد عنده وسواس اذى، تقوم الفكرة تجيله، يحصل له رعب، ممكن يمسك ايده، يبعد عن الموقف، يراقب نفسه، يفكر 100 مرة في الحاجة دي. ده اسمه ايه؟ ده اسمه منع قهري مش اندفاع. لان الاندفاع الحقيقي بيكون ما فيهوش خوف، ما فيهوش مقاومة،
ما فيهوش سؤال هل أنا يا ترى ممكن أعمل ولا لأ. لأن وجود السؤال نفسه دليل أمان مش خطر. يعني لما يجي واحد يسأل نفسه يا ترى هل أنا ممكن أعمل كده ولا لأ، ده هنا أكبر دليل إن أنت في أمان مش في خطر، لأن أنت ما عندكش النية الحقيقية. الجزء الثالث من حلقتنا، ليه الإحساس بيكون واقعي وقوي؟ ليه بتحس إن الإحساس حقيقي؟ ليه جسمك وقتها بيتشد؟ ليه قلبك بيدق؟ اللي بيحصل معاك ده كله لأن الجهاز العصبي ما بيفرقش ما بين خطر حقيقي وخطر متخيل. يعني مثلا الفكرة تشتغل، بناء عليها يزيد عندي الأدرينالين، بعد منها يحصل لي شد عضلي، بعد منها توتر، يحصل يقظة مفرطة، فيحصل خطأ كبير اللي هو ايه بقى؟ طالما الإحساس قوي يبقى الفكرة حقيقية. عقلك بيفسرها كده، طالما الإحساس قوي يبقى الفكرة حقيقية. لكن هل ده صحيح؟ لأ. ليه لأ؟ لأن الإحساس بيكون عصبي، مش أخلاقي، مش نية، مش رغبة. زي مثلا كده لما انت تيجي تحلم حلم مخيف وتصحى مفزوع من النوم، هل الحلم كان حقيقي؟ لأ، لكن الجسم صدقه. أهو الوسواس كده يعتبر أقرب إنه حلم وإنت صح. الجزء الرابع، إيه هو بقى الخطأ اللي بيزود الرعب عندك وبيزود الخوف عندك؟ أكبر غلطة بيعملها الموسوس إنه يدخل في محكمة مع نفسه. يعني يحاول يثبت إنه إنسان كويس، يحاول يثبت إنه عمره ما فكر كده، يحاول يثبت إنه مستحيل يعمل كده. إيه اللي بيحصل بعدها؟ يقعد يحلل، يراجع ماضيه، يفتش في مشاعره، يسأل نفسه 1000 سؤال. الوسواس في اللحظة دي يستغل ده كله ويقول طالما بتدافع كده يبقى الموضوع خطير. أي نقاش هتعمله، أي دفاع عن نفسك هتعمليه، أي محاولة إثبات هتعمليها، هتساوي بنزين على نار الوسواس يشتعل أكتر. الجزء الخامس من الحلقة، تعالوا بقى نعرف 3 خطوات عملية تكسر الخوف ده من نفسك وتشيل لك الرعب اللي انت بتحس بيه ده. أول خطوة عندنا إعادة التعريف. يعني بدل ما تقول أنا خايف أعمل، نقول إيه مكانها؟ أنا خايف من فكرة. فرق بسيط اهو في الكلام، لكن فرق ضخم في الإحساس. الفكرة لا تساوي فعل، ده معروف، والدماغ لازم يسمع ده منك بوضوح. يعني تقول لنفسك بصوت مسموع، أو لو أنت وسط ناس خاطب نفسك، أنا في اللحظة ديت خايف من فكرة. الخطوة التانية وهي وقف محاكمة النفس. ما تحاولش تثبت إنك مش وحش ولا إنك كويس، اعتبر نفسك خارج القضية تماما. يعني الفكرة موجودة، أنا مطالب أرد؟ لأ. أنا مطالب أثبت؟ لأ. الصمت هنا قوة مش ضعف. الخطوة التالتة وهي السلوك العكسي الهادئ. يعني كمل حياتك وانت حاسس بالخوف، لكن من غير مراقبة، من غير شد، من غير تجنب، من غير طقوس أمان. ده مش استهتار، ده هيكون عبارة عن تدريب عصبي. الدماغ يتعلم إن الفكرة موجودة، الحياة شغالة، يبقى مفيش خطر. علشان كده الجملة العلاجية المهمة اللي لازم نحفظها كويس ونكررها وقت اللزوم، اللي هي الخوف من الفكرة دليل إنك مش عايزها، مش دليل إنك ممكن تعملها. ولو حابب تزود حاجة كمان، وهي إن الوسواس ما بيعرفش يخلق أفعال، بس بيعرف يخلق خوف. في النهاية لو بتخاف من نفسك، اعرف إنك مش لوحدك، واعرفي إنك كمان مش لوحدك. وكمان عاوزكم تعرفوا ان الوسواس دايما بيهاجم الناس الطيبين اكتر، مش لانهم اضعف، لكن لان عندهم حاجة تستاهل تتهاجم. بكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. اتمنى يا رب الشفاء للجميع. كان معكم محمد طاهر، والسلام عليكم.